الصلاة على النبي يا جماعة فيها فعلا معجزات، تشوفوا فيها العجب، تلاقوا والأمنيات عمالة تتحقق قدامكم. والله هتلاقوا الفرق. اسمعوا كلامي، اسمعوا كلامي. لزوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيكون سبب كبير جدا جدا في تحقيق الحاجة اللي انت بتتمناها يقينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبدئيا كده أنا مش عارفة أودي وشي منكم فين. أنا عارفة اتأخرت عليكم جدا جدا والغيبة بتاعتي طولت، بقالي كتير جدا ما نزلتش فيديوهات على القناة تقريبا، خلينا نقول 6 شهور تقريبا، والله ما بعدش بس انتوا وحشتوني جدا جدا. والنهارده باذن الله انا راجعه لكم بقى بشويه قصص ومواضيع وحكايات، احنا هنتكلم كتير قوي باذن الله. مبدئيا كده حابه اقول لكم ان انا غيابي عن القناه ما كانش لاي شر، الحمد لله رب العالمين، انا في اتم الصحه والعافيه، وعيلتي الحمد لله رب العالمين بصحه وخير الحمد لله رب العالمين. وكان غيابي بقى احداث كتيره اتغيرت في حياتي، حياتي بسرعه كده عارفين انتوا كرة كبر كده الواحد كان عمال يلف فيها، والحمد لله رب العالمين امور على ما يرام، نحن في اتم الصحه والعافيه بفضل الله سبحانه وتعالى. قبل بس ما احكي لكم بقى قصه النهارده والحكايات الجميله بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها بقى، من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن التشجيع ومن التحفيز، ودخلنا على شهر رجب ورمضان جاي بامر الله سبحانه وتعالى، فلينا حكايات هنبحر فيها باذن الله سبحانه وتعالى، ونرجع للتشجيعات الجميله بتاعتنا، واحنا متعودين دايما ان احنا اخوات وحبايب ونشارك بعض كل حاجه حلوه. مبدئيا بس حابه ان انا اشكر كل الناس اللي سالت عليا في غيابي، الناس اللي كانت متابعاني دايما بتبعت لي على الانستجرام، وكانت بتكتب لي في الكومنتس عندي على اليوتيوب، والناس اللي معاها الرقم الخاص بتاعي اللي كانت دايما بتسال عني باستمرار. حابه اقول لكم ان انا بشكركم جدا جدا، ربنا ما يحرمني منكم، حسستوني ان فعلا يعني وجودي معاكم كان ليه قيمه، وان وجودي معاكم مثمر، فالحمد لله رب العالمين. انا رجعت لكم تاني، راجعه لكم قصه جميله جدا جدا تخصني انا شخصيا، قصه عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ده في قصص كتير وحكايات كتير عن عبادات ان شاء الله هتكلم معاكم تفصيليا كل فيديو على حده عشان نستفيد مع بعض باذن الله ونشجع بعض. النهارده هحكي لكم عن قصه حصلت معايا عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي عايشه جوه تحقيق أمنية بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا حاليا دلوقتي المكان اللي أنا قاعدة فيه المكان الجديد، طبعا هتلاقوا فيو جديد علشان أنا دلوقتي في تغيير جذري بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مش هطول عليكم الحكاية، كل الحكاية إن كان إحنا عايشين في مدينة أو في محافظة يعني، ومن سنين من سنين، خدوا بالكم سنين، كان عندي رغبة أنا وأختي إن إحنا ننتقل لمحافظة تانية، البلد الأم أو أي مكان تاني المهم خارج المحافظة، إن إحنا لينا اعتبارات يعني معينة كده في حياتنا، فكان أمنية حياتنا إن إحنا ننتقل من المكان ده. سنين السنين بنتناقش مع بابا وماما في هذا الأمر، والرفض تام، مفيش خلاص، ما مش هننقل من المكان ده. وسنين بنحاول، سنين، لحد ما خلاص الموضوع وصل إن لأ إحنا عايزين نمشي. يوم ما قررنا فعلا إن إحنا عايزين نمشي والموضوع وصل فعلا أنا مش قادر أقعد هنا، أنا عايزة أمشي أي مكان، حتى لو مثلا المكان اللي أنا ممكن ننتقل ليه مش هو المكان اللي أنا أطمح ليه، يعني هو خطوة إحنا بناخدها يعني بنحاول. حاولنا كتير، الدنيا اتشالت واتحطت، حصل تغيرات كتير وكلام كتير على فكرة الانتقال في حد ذاتها يعني. الدنيا باظت، اتقفلت خلاص بطبع المفتاح. أكيد أنا وتسنيم وزعلنا جدا جدا، والدنيا شفناها من ثقب إبرة. اليوم ده خاصة اللي فعلا الموضوع فيه اتقفل تماما، حصل برضو موقف خلى الدنيا في عيني اسودت تماما، وخلاص حسيت إن الأمر اتقفل وهي خلاص ماشي. هنا نقطة تسليم لقضاء الله، أنت سلمت لأمر ربنا سبحانه وتعالى ولكن هتاخد بالأسباب. قررت أنا وأختي تسنيم في الوقت ده إن إحنا هنلزم الصلاة على النبي، إحنا بنلزمها في العادي، ولكن النية اللي هنكون حاطينها في دماغنا إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا الأمر ده. والله العظيم أقسم بالله العظيم 3 أيام، 3 أيام بالظبط، وكان حال بابا وماما اتبدل تماما من الرفض للموافقة، وخاصة بابا كان الأمر مرفوض تماما.
فشاء العلي القدير إن خلاص بابا يقرر إن إحنا فعلا هنمشي من المكان ده. وكل الأمر تم، يعني محاولات سنين تمت في 3 أيام، أقسم بالله العظيم. طبعا لزوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلمت معاكم كتير إن هي بها يفرج الهم ويكشف الغم. النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فلما بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيحصل لنا ايه؟ بتنزل علينا الرحمات والبركات. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. امر رباني بان ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكه كمان الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا إن احنا نصلي على النبي، معناها إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها خيرات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب في الحديث الشهير لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه بيصلي عليه كتير، فقال له أجعل لك ربع صلاتي؟ قال له إن شئت وإن زدت فهو خير. قال له النصف وبعدين الثلث، أيوه، إلى أن وصل إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك صلاتي كلها؟ قال له إيه؟ إذا يكفى همك ويغفر ذنبك. خلاص، إيه الهم اللي أنت شايله؟ عايز تحقق لك حاجة، عايز أمنية تتحقق لك، عايز خطوة معينة تتيسر لك، أحسن النية، توكل على ربنا سبحانه وتعالى، والزم المسبحة بتاعتك اللي احنا دايما اتكلمنا عليها، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل صيغة وأكملها هي الصيغة الإبراهيمية. ليه؟ لأن قلت لكم قبل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا نصلي بالصيغة دي، معناها إن الصيغة دي أفضل صيغة. الصلاة على النبي يا جماعة فيها فعلا معجزات أنا عشتها، ولسه القصص كتيرة والله لا تنتهي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الزموها وجعلوها كلمات في حياتكم، والله هتشوفوا فيها العجب، هتشوفوا فيها الانفراجة، هتشوفوا فيها الكرم، هتشوفوا فيها التيسير، هتشوفوا فيها تلاقوا والأمنيات عمالة تتحقق قدامكم عن واقع أنا عشته كتير، وياما حكيت لكم على القصص بتاعتي يعني. ولكن استمروا عليها، وأنا معاكم دايما بإذن الله. هنشجع بعض على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنصلي على النبي ولا هنستغفر؟ ولا هنحقل ولا هنقول تاج الذكر ولا. انا اتكلمت معاكم في فيديو سابقا، وهعيد الامر معاكم تاني علشان ممارسة الفعل وليس في اليقين، لان احنا عندنا ثقة بكلام رب العالمين ثم النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة عليه فيها رحمات وبركات وكفاية الهم. صلاة ربنا سبحانه وتعالى علينا احنا كبشر كبني ادمين يعني رحمات وبركات بتنزل علينا. يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يرحمك؟ يعني انت في امر معذبك وتعب لك نفسيتك، ربنا سبحانه وتعالى هيرحمك من الالم اللي انت حاسه بسبب هذا الامر. فدي رحمه ربنا سبحانه وتعالى، لما يكون في امر شق عليك هتلاقي الرحمه بتنزل عليك، هتلاقي حنيه ربنا سبحانه وتعالى عليك بكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. بتحقق اللي ما فيش حاجه في الدنيا ممكن تحققها بحول الله وقوته، هي مجرد سبب ربنا سبحانه وتعالى الهمنا بيها، فيها خيرات كثيره. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يستاهل إن إحنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، يستاهل إن إحنا نصلي عليه حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصلاة على النبي والله هتلاقوا الفرق. اسمعوا كلامي، اسمعوا كلامي. كل واحد بيتألم، كل حد نفسه في أمنية، كل حد موجوع، كل حد عنده باب مغلق، كل حاجة ممكن تتخيلوها في دماغكم. لزوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيكون سبب كبير جدا جدا في تحقيق الحاجة اللي انت بتتمناها. يقينا، ثق يقينا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيفرج بها الهم وبيكشف بها الغم. دي قصة بسيطة جدا جدا صغيرة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عشتها. عندي قصص كتير جدا ولا تنتهي، ولسه في كلام كتير جدا هنقوله مع بعض إن شاء الله. بس حبيت إن أنا يعني أرجع لكم. السلام عليكم، وأشكركم على إنكم سألتم عليا، وإن شاء الله بقى ستتوالى يعني القصص بإذن الله، وكل حاجة كويسة بإذن الله هنحكيها مع بعض ونرجع نشجع بعض تاني. بس أنا الكاميرا وحشاني وحاسة إن أنا كده غريبة عنها شوية، فلما ناخد بقى على الكاميرا ونرجع يعني نتفاعل مع بعض تاني بإذن الله. يعني عايزاكم بقى ترحبوا بيا تقولوا إن أنا وحشتكم كده يعني، ويشجعوني عشان أرجع تاني معاكم، عشان أنا كنت مكسلة حبتين إن أنا أرجع أصور، لأن كان زي ما قلت لكم تغيير جذري في الحياة. انتقلنا بقى لمكان تاني وحياة تانية وطباع تانية وناس تانية،
بتاع الإنسان يعني، وهي تفاصيل كتير بقى في حياة الواحد يعني كده تنقلاته، فالله المستعان. كل ده هاشاركه معاكم بإذن الله في الأيام القادمة، وإن شاء الله هنتكلم بقى على رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، وهنحكي عن كل حاجة. فإحنا مع بعض بأمر الله سبحانه وتعالى. بحبكم جدا جدا في الله. طيب إن شاء الله ألقاكم في الفيديوهات الجاية على خير.